السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كريب بالسبانخ، حاجة كده ملهاش حل بجد. الشكل والريحة والطعم روعة بجد. يا رب تكون سهل عليكم ان شاء الله وجربوها. مقاديرها سهلة جدا جدا. عندك شوية سبانخ، يلا قومي على طول اعمليها. هتعجبك جدا وهتعجب الاولاد جدا. طبعا اولادنا ما بيرضوش ياكلوا بقى الحاجات اللي احنا عارفينها، الطبيخ والاكل والحاجات دي، بيحبوا الحاجات النواشف اللي زي كده، تبقى طعمها تحفة بجد. ندخل مع بعض في المكونات ونشوف المكونات اللي معانا ايه، ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معايا ايه. انا عندي دي كوبايه دقيق، كوبايه حليب، عندي بيضتين بدرجه حراره الغرفه، ملح وفلفل وكاري، لو مش حابه تحطي كاري برضو براحتك. عندي دي معلقه زبده سايحه بس، مش محتاجه اكتر من كده. هنشوف بقى نضرب المكونات بتاعتنا ازاي. انا كده ضفت البيض بتاعي كده بالشكل ده، هضيف عليه الحليب كده بسم الله الرحمن الرحيم كده بالطريقه دي. نضيف كل الحاجه كده على بعضها ونقلبها، طريقتها سهله جدا. ونضيف معلقه الزبده بتاعتنا. هنضرب كل المكونات بتاعتنا كده بالشكل ده كويس جدا. لو حابه تضربي الخطوه دي في الخلاط عادي، مفيش اي مشكله، بس هي مش محتاجه الصراحه. وهبتدي كده اضيف الدقيق بتاعي كده بالشكل ده. الدقيق بتاعي لازم ننخله يا جماعه، اي دقيق بنعمله لازم ننخله اضمن. اولا بيدخل هوا في الدقيق بتاعي، بيدخل هوا في العجينه، وفي نفس الوقت احيانا الدقيق السايب ده بيبقى فيه شوائب او حاجه، فالاضمن تعمليه كده بالطريقه دي. زي ما اتفقنا قبل كده، لو العجينه طريه معايا هزود ميه او لبن، لو العجينه طريه معايا هزود دقيق، لو ناشفه معايا هزود ميه او لبن. تمام كده. هنضرب بقى كل المكونات على بعضها كده. وطالما بنعمل بيض نضرب بس في اتجاه واحد. حسيتي ان هي ناشفه زودي دقيق، حسيتي ان هي طريه زودي ميه او لبن. وكده خلاص العجينه بتاعتي خلصت بالشكل ده. هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز، نروح نشوف مع بعض هنعمل ايه. نسيت اوريكم القوام بتاعها، شايفين قوامها كده عامل ازاي؟ هو ده قوام الكريب بتاعي، حبه تقيل خفيف زي ما انت حابه بقى، اللي انت حابه اعمليه. بس كده هبتدي اجهز الخلطه بتاعتي كده عشان نشوف هنعمل ايه. ونشوف كده حبايبي المكونات اللي معايا ايه. انا معايا دي سبانخ متقطعه قطع صغيره كده بالشكل ده، معايا ملح وفلفل وكاري، عندي اي انواع جبنه انتوا حابينها، جبنه ريكفورد، جبنه فيتا، شيدر، تركي، موتزاريلا، اللي انتوا متوفر عندكم. عندي دي بصلايه كبيره مفرومه كده، وقطعه فلفل حراق، طبعا لو انتوا حابين الحراق حطوه، وفص ثوم كبير. بس كل اللي هحتاجه بقى معلقتين زبده كده، احطهم على البوتاجاز ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. وكده حبايبي انا ضفت عندي حته زبده ساحت معايا بالشكل ده. ابتدي اضيف البصل والثوم والفلفل كده بالطريقه دي مع بعض، ياخدوا تشويحه بس مع بعض كده. نفضل نقلب كده بالطريقه دي لغايه ما تاخد لون ذهبي خفيف خالص معايا كده بالشكل ده. نسيت اقول لكم، بس لو انتوا حابين تضيفوا اي ماده دهنيه تانية براحتكم، بس انت لو بتعملي اكل صحي يا تضيفي سمنه فلاحي او زبده او زيت زيتون. طبعا هو زيت زيتون افضل يعني لو متوفر عندك، او لو انت بتحبي طعمه في الاكل بيبقى حلو جدا برضه. وكده خلاص البصله بتاعتي بدات تاخد لون ذهبي فاتح خالص كده بالشكل ده. نسمي الله كده ونضيف على السبانخ بتاعتنا. طبعا السبانخ اول ما تتحط في الاول بتبقى كتيره كده، كميه كبيره قوي، بعد كده بتكش طبعا كلنا عارفين كده بالشكل ده. نقلب كده بالطريقه دي. لو انت بقى بتحبي البصله فاتحه فتحيها شويه عن كده زي ما انت عايزه براحتك، بس انا بصراحه بحبها لونها ذهبي شويه. التحميره بتاعتها دي بتدي لون حلو قوي مع الخضار، بتدي طعم حلو قوي بجد يعني. يعني طبعا انت عامله خضار من غير لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، بيبقى طعمها حلو جدا جدا بجد. بصوا شايفين بدات تدبل خالص معايا ازاي. ابتدي بقى اضيف التوابل بتاعتي. اضيف التوابل بتاعتي كده بالشكل ده، واقلب كله كويس جدا. وكده خلاص استوت معايا السبانخ، ما خدتش ثواني على النار. هي طبعا الكميه بتقل جدا زي ما اتفقنا، بس اسيبها تهدى شويه وبعد كده نرجع نحط الجبن. نبتدي بقى نقلي العيش بتاعنا، نحمر العيش بتاعنا على النار. نعمل العيش بتاعنا بالطريقه دي، نسمي الله ونبتدي ندهن الصاج بتاعنا كده او الجريل بتاعنا بالطريقه دي. انت عايزه بقى تدهني سمنه او زيت زي ما انت حابه. انا دهنت دهنه سمنه صغيره. ابتدي اضيف كده العيش بتاعي بالشكل ده. طبعا الرغيف حسب ما انت عايزه، حجم اللي انت حباه اعمليه، حابه تعمليه كبير صغير، سميك رفيع زي ما تحبي. اعمل كده بالطريقه دي. انا حاطه على النار هنا متوسطه، ما ينفعش على النار عاليه عشان ما يتلسعش معايا، عشان يستوي معايا من جوه كويس جدا. هسيبه بقى لغايه ما يتشمع معايا، اقلبه الناحيه التانيه. وكده بدات تشمع معايا، شايفين بدات تتحرك معايا كده، تعرفي ان هي اتشمعت من تحت. نستنى عليها ثواني بس لما تاخد لون خفيف خالص كده عشان نقلبها الناحيه التانيه لسه طريه معايا. نبتدي كده نسمي لو نقلبها الناحيه التانيه كده بالشكل ده. لو انت حابه تفتحي اللون عن كده براحتك زي ما انت حابه. كده خلاص الرغيف بتاعي خلص الاولاني كده بالطريقه دي، شايفين شكله كده، شايفين ما شاء الله تحفه. نبتدي بقى نحط الرغيف التاني بتاعنا، دهنه صغيره خالص بالفرشه كده يا دوب مسحه بس.
كده بالطريقه دي. نبتدي نحرك كده نشوف اتحرك معانا ولا لا. بس بالراحه كده اهي، بدأ يتحرك معايا اهو. وكده انا قلبته على الجنب التاني بالشكل ده كده. استنى لما ياخد لون معايا. هكمل بقى الكميه اللي فاضله وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. احنا كده عرفنا الطريقه بتتعمل ازاي. طريقتها سهله جدا، يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات ان شاء الله. وده كده حبيبي شكله النهائي بتاعه بعد ما خلص كده بالشكل ده. انا عايزه اقولك انا عملت كمان مقدار، لقيت الكوبايه طلعت معايا حوالي 5 كوبايات. يعني المره الاولانيه طلعت معايا 5 كوبايات والمره التانيه طلعت معايا 6. طبعا ده حسب بقى العجينه ما انت تعمليها رقيقه او تخينه شويه حسب ما انت حابه. هنشوف بقى نعمل الحشوات بتاعتنا ازاي. انت ممكن تعمليها باي حشوه، ممكن متوفر معانا حشوات كتيره جدا. احنا النهارده هنعملها بالسبانخ والجبن. فطيره السبانخ والجبن. لو انت حابه بقى تعمليها بلحمه مفرومه، حابه تعمليها بشاورمه فراخ، زي ما انت حابه. حابه تعمليها بتونه بالسلطه بتبقى حلوه جدا برضو. وكده حبايبي خلاص السبانخ بتاعتي خلصت بالشكل ده. انا زودت برضو شويه سبانخ صغيرين كمان عشان تكفي الحشوات معايا. هنضيف بقى عليها الجبن بتاعتنا، بتبقى دافيه بس مش عايزينها تبقى سخنه، تبقى دافيه بس بسيط كده. ونضيف بقى الجبن بتاعتنا كده بالشكل ده كده، ونقلب كله كويس. وكده خلاص خلصت معايا كده بالشكل ده. لو انت حابه تضيفي جبن اكتر من كده ضيفي براحتك، ده حاجه ترجع لك. تمام كده. بس هبتدي بقى اعمل السندوتشات بتاعتي. لو انت حابه بقى تعملي الخطوه دي بصلصه، هتحطي طبق الصلصه تحت من تحت العيش بتاعي، وهتحشي السندوتشات وتحطيها في الطبق فوق الصلصه بالظبط، وهتحطي فوقيها الصلصه تاني. هنرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. لو انت حابه بقى تحمريها زي ما هي كده او تعمليها سندوتش زي ما هي تتاكل كده حلوه جدا. ورجعت لكم تاني حبايبي ونشوف هنعمل مع بعض ايه. انا عندي دي صلصه كانت عندي في الفريزر، طلعتها فكيتها كده بالشكل ده. انا ضفت معلقتين زيت زيتون وضفت عليهم فصين ثوم بس، وحطيت كمان 3 4 طماطمات كده، ضربتهم في الخلاط وسبكتهم كده بالطريقه دي. حطيت ملح وفلفل وكاري ورشه جوز الطيب صغير. هنبتدي نعمل ايه. نفس الصينيه اللي احنا عملنا فيها السبانخ بتاعتنا، هنبتدي ناخد طبقه كده كده بسم الله الرحمن الرحيم، طبقه كده في الارضيه من تحت، ما نكترش قوي برضو كده بالشكل ده. ونبتدي بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا ونضيفها عليها كده. نبتدي بقى ناخد العيش بتاعنا كده او الكريب بتاعنا كده بالشكل ده. انا عامله ده سميك شويه، لو انت حابه رفيع اعملي رفيع براحتك. انا عامله الصراحه حبه كده وحبه كده. هناخد بقى من الخلطه الجميله بتاعتنا دي كده ونحشيها. طبعا الكميه اللي بتفضلوها اعملوها، يعني حاسه انها تبقى كتيره شويه. هتبقى كده بالشكل ده. ونبتدي نلفها زي الرول كده، وناخدها كده في الصينيه بتاعتنا. ونبتدي ناخدها نضيفها في الصينيه بتاعتنا كده بالطريقه دي، نحطهم جنب بعض كده. وناخد رغيف تاني كمان كده بالشكل ده. هنبتدي نعمل كله بنفس الطريقه. حابه بقى تعملي خطوه الصلصه دي اعمليها، مش حابه مفيش اي مشكله ما تعمليهاش خالص، سيبيها عادي جدا يتعمل زي السندوتشات كده، يتاكل عادي جدا. طبعا احنا معانا كل حاجه مستويه شايفين كده اهي. اهي كده بالشكل ده تمام كده. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم. وكده حبايب قلبي خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا كلها كده بالشكل ده. نبتدي ندهن دهنه خفيفه كده على الوش، نعملها بفرشه اضمن كده بالشكل ده. برضو زي ما قلت لكم لو انتوا حابين خطوه الصلصه اعملوها، مش حابينها مفيش اي مشاكل، بس هي بصراحه بتدي طعم مختلف وبتدي لون حلو للعيش بتاعي. حابه بقى تضيفي في الخطوه دي كده رشه جبنه على الوش برضو ضيفي، مش حابه برضو اي مفيش اي مشكله. المهم ان احنا نسهل الطريقه على نفسنا يعني. هضيف رشه جبن صغيره كده بالشكل ده، تدي لون حلو قوي معايا برضو، وبتدي طعم حلو جدا على فكره، تخلي طعمها مختلف خالص بجد. رشه صغيره خالص كده. وكده خلاص انا مشغله الفرن بتاعي يسخن، هبتدي ادخلها في الفرن بقى وارجع اوريكم شكلها ان شاء الله. ونسمي الله ونطلع بقى الكريب بتاعنا كده نشوف شكله عامل ازاي. شايفين ما شاء الله طراوته جميل جدا، طري جدا وبيمط معايا خالص اهو. شايفين ما شاء الله شكله تحفه بجد. وشايفين شكله كده معايا طالع عامل ازاي، ما شاء الله شكله روعه بجد. الريحه جميله جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم عامله ازاي.